أهلا ومرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. وصفتي اليوم باش نعملوا حاجة حلوة سهلة بنينة برشا، اللي هي قراوش الوردة. خذيت زوز كيسان فرينة، عليهم شوية ملح، مغرفة كبيرة سكر، باكو سكر فاني، نصف باكو خميرة مرطبات. نخلط كل شيء مع بعضه، من بعديك نضيف عليهم نصف كاس زبدة ذوبتها، ونخلطها بالباهي نبسسها، ونفقس كع بعضهم عليهم شوية ماء ترشيح حتى تتلم معايا العجينة. من غير ما نعجنها نخليها ترتاح قرابة درجين مزمان. بعديك نعاود نحلها ونتويها باش بعديك يجينا الحلو مورق. بعد ما تويتها نعاود نخليها مرة أخرى درجين من زمان ترتاح. وتويكا حطيت شوية نشاو باش نحلها جويدة على الآخر. وعندي القالب نتاع الصابلية عملته على شكل دوائر، واللي ما عندوش ينجم يعمل كيس. بعديك لصقت كل كعبة فيها 5 دوائر، وبين الكعبة والكعبة حطيت لها الأبيض البيض باش تلصق. تويكا قليتها وباش نشحرها وزدتها شوية لوز. وصفة ياسر سهلة وبنينة بنينة برشا. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، وصحة لي وصحة ليكم، وبسلامة.